من الحالات اللي بنشوفها كتير أطفال بتيجي ببقع بيضة باهتة، عادة بتبقى موجودة على الأماكن المكشوفة وخصوصا الوجه، وعادة بتيجي في الأطفال اللي بشرتهم سمراء أو قمحوية وبتظهر أكتر في فصل الصيف بعد التعرض للشمس. عايزين نطمن الأمهات لأنها بتبقى جاية خايفة ومفزوعة إنه ده يكون بهاء أو بداية بهاء. ده مش بهاء ولا له علاقة بالمناعة الذاتية ولا هو مرض معدي ولا هو مرض جلدي خطير، دي حالة اسمها نخالة بيضاء أو بتريازيس ألبا. سببها لغاية دلوقتي مش معروف بالظبط هو إيه، ولكن في بعض العوامل اللي بيكون لها دور في ظهور الحالة دي، زي مثلا بشرة الطفل الجافة أو استخدام أنواع معينة من الصابون أو الغسول القوي شوية، أو إنه يكون الطفل عنده حساسية جلد مايلد إكزيما أو بيتعرض للشمس كتير. الحل هنا رقم واحد في الترطيب، لازم نستخدم مرطب مناسب للأطفال مرتين في اليوم، ولو بيتعرض للشمس كتير يبقى لازم استخدام واقي شمس مناسب للأطفال، وفي بعض الحالات الشديدة بنلجأ للكريمات اللي فيها كورتيزون لمدة محددة. زائد اننا لازم نهتم بتغذية الطفل، يعني لازم ياكل خضار وفاكهة طازة بشكل كويس، لو عنده ديدان لازم تتعالج، ومفيش داعي لأي قلق لأن البقعة دي بتروح وما بتسيبش مكانها أي أثر. تابعينا علشان تعرفي كل جديد. دمتن جميلات.